عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملو مع بعضنا مبسوط بالفرينة. نعم بالفرينة من غير سميد من غير حتى شي. هاكم تراو في الطراوة كيفاش اسفنجي قطني طري باللي يقعد ديما يقعد طري على الاخر. تبعوا الوصفة للاخر وان شاء الله تجربوها. بالنسبة للمكونات عملت 600 جرام فرينة، عليهم باكو خميرة فورية، ملح، مغرفة كبيرة سكر، عندي حليب دفيته وصبيت فيه مغرفة خل حتى لين راب، عندي ماء دافي للعجن، وعندي لفاح متاع الخبز اللي هو سينوج وحبة حلاوة وبسباس وجلجلان. توا خذيت الفرينة صبيت عليها السكر ومعهم الباكو الخميرة متاع الخبز في شيرة. في شيرة الأخرى عملت شوية ملح، صبيت الزيت، عملت زيت الزيت نسيت ما قلتلكمش عليه، بريسك 6 مغارف. نصب كمية على الأول شوية ومن بعد لكاية نكمل بقية المكونات نخلطهم مع بعضهم، ونبدأ نزيد بشوية بشوية الماء. ورد بالكم لا يغرقكم الماء، كل مرة نزيدو شوية خاطر ماهوش كسميت يشرب الفرينة. تحب لها هذا لفاح متاع الخبز. نعمل كمية باهية باش يفوحوا بالباهي بالباهي. صدقوني يجيكم بنين 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 على الاخر. تو باش نبدا نلم بيديا باش نزيد بشويه بشويه الماء. ديما باليد تعرفوا التكستير اللي لازمها تكون. لو كان نزيد بشويه بشويه ما نكثرش، ديما الفرينه راهي تغرنا مش كي سميد يشرب. هكا كل مره نزيد بشويه بشويه والماء حتى لين نلقى القوام اللي حاجتي بيه. تو بديت تتلم عندي العجينه، باش نزيدها شويه ماء. لازمها العجن. تراو كيفاش نبدا نعجنها، باش نعجنها على الاول هكايا كيف ما هكا معناتها نعجنها كيف ما هكا، ومن بعد ليكا باش نولي نعجنها هكا معناتها كيما نقولوا نصبط فيها اعتبارا فطاير ولا حاجه. اوكي شوفوا كيفاش نبدا كنعملها. ما نحطيش يابسه، نحطها هكايا جاريه شويه، ونبدا كيف ما هكا نهز من اللوطه ونطلع الفوق اعتبارا فطاير. هكايا اسهل بالنسبه لي، ما عندوش عجانه ولا حاجه، معناتها هكايا اسهل برشا. تويكا باش نصب الكميه متاع الزيت المتبقيه. انا هوني راني عملت 6 مغارف، عملت زوز على الاول، تويكا صبيت البقيه في العجينه باش نكمل نعجنها. اوكي ريتو الطريقه كيفاش ساهله، راهي ما تتعبش، وراهم هما ميم با 8 9 دقائق لو ماكس عجنين كيف من هكا، وتعطينا ريزولتا طايره. تويكا هكا تلمت لي العجينه كيف من هكا.
اوكي ريتو القوام متاعها طري، تتلصق شويه في اليد. اوكي باش نحطها هكايا وباش نحطها ترتاح ساعه خاطر الجو بارد على الاخر. ومن بعد تو مرتاحت، من بعد مرور ساعة كاملة هاكم ريتو كيفاش نفخت خمرت بالباهي. تو باش نصب شوية زيت في يديا وباش نبدا نقصها كعبورات الحجم اللي نحب عليه، معناتها متاع المبسوطات متاعي. والطبق كيما نقولوا لي الصحن اللي باش نحط فيه زاده ندهنه بشويه زيت. راهي هذيا ماهيش كيما متاع السميد ان نحلوها في السميد ولا في الفرينه، لا هذيا كان بالزيت كهو. اوكي كيف من هكا باش ندورها هكايا. باش نعمل 5 خبزات 600 جرام طيحولي 5 خبزات حجم متوسط، مانيش باش نعملها حجم كبير. تو باش نغطي عليهم لو طون اللي انا سخنت الطبق نتاع المبسوط. تو الطبق نتاع المبسوط نتاعنا سخناه بالباهي ومن بعد حطيناه على نار هاديه. تو باش نبسطوها ويدينا ديما بالزيت باش تعطينا الضوء في التشكيل. ريتو الهواء هيك ليبول نتاع الهواء باش تعرفوا اللي العجينه راهي خمرت بالباهي وتعجنت بالباهي. تو تجمو تبسطوها خشينه وتجمو تبسطوها جويده كيف ما تحبوا انتم. المفيد ديما الطبق زاده يكون فيه شويه زيت مدهون بالزيت. تو باش نعمل هنا كعبات خشين وكعبات جواد، ولازم النار تكون هاديه على الاخر باش يطيب بالباهي وما تكونش معجنه من داخل. لو طون اللي هي الطيبه راه ليبول نتاع الهواء عمال يخرجوا صدقوني روعه. تويكا قلبت على الجهة الثانية ريتوها كيفاش اللون متاعها صدقوني هبل وريحتها ماهيش عادية. راهو محليهم الخبزات من بعد ما طيبتهم ديجا مزيد عندي واحدة في الطبق. ريتوها كيفاش طرية على الاخر، راني بسيف ما نشد فيها خاطرها سخونة معناتها من نارها. هاكم تراو ماهيش معجنة قطنية طرية، ريحتها ماهيش عادية صدقوني روعة على الاخر. بربي جربوها وما يكونش باش تندموا صدقوني خفيفة. وباللي راهي قعدت لي راهو قعدوا لي كعبات وفطرنا بيهم في الغداء صدقوني بنة قعدت طرية كيف ما هي. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وحصيلوا انا معناتها ساتيسفيت معناتها بالنتيجة على الاخر صدقوني بنة بنينة وطرية قطنية واسفنجية. وباللي نقول لكم صدقوني ما نوفيش حق الرسالة هذه.